دي اشهر عربية فول في اسكندرية، من اول بطاطس الجمبري لحد الفلافل السخن، طبق الفول اللي بالزيت الحار، والفلافل اللي محشية جبنة، والبتنجان المخلل، الفلافل السخنة السادة والمحشية. كل انواع الفطار اللي نفسك فيه هتلاقيه. دي اقدم واشهر عربية فول. دي اشهر عربية فول في اسكندرية في قلب المنشية. يلا بينا، من اول الفلافل السخنة لحد بطاطس الجمبري في وسط اشهر شوارع اسكندرية، بالتحديد عند البورصة التجارية. هي عربية فول عم صبري. وبدأنا اول حاجة بالبطاطس الجمبري وطبق الفول اللي بزيت الحار. مفيش اسكندراني او اي حد بينزل اسكندريه ما بيجربش العربيه دي. بطاطس السخنه العاديه والفلافل المحشيه. لو عايز تاكل فول كلم عم صابر على المحمول. لازم نطلب اشهر صينيه. اي حد بينزل اسكندريه بيطلب اشهر صينيه فطار كامل متكامل من عند عم صبري. من اقدم واجمل الاماكن اللي بتعمل بطاطس جمبري غرقانه في الجمبري. اي حد نفسه يفطر فطار حرش ده الحل الوحيد في اسكندريه في المنشيه. جربنا الصينيه وجربنا الفول اللي بالزيت الحار. تاني حاجه جربناها وهي الفلافل اللي محشيه اللي غرقانه في الجبنه. دي بقى تاخد مليار من 10 حرفيا. خدنا على البطاطس اللي بالجمبري والبطاطس العاديه. البطاطس كانت بتقرمش بنسبه 100%. بجد اللي ما جربش البطاطس الجمبري من العربيه دي ما يبقاش مصري اصلا. تنسوش كمان انه معاه بينزل جرجير والجبنه القريش. بالذات الناس الكبار هتحب الفطار ده اكتر. ده كمان بيعمل فطار بابا غنوج اللي غرقان في الطحينه. طبعا ما نساش طبق المسقعه الحرش. كمان ما نساش الفلفل الحرش للاكله الحرشه. لكن لو انتم من عشاق الجبنه القديمه نمبر 1 عند عم صبري. رقم 1 مع كل ده لازم طبق بصل حرش ومعاه بطاطس مهروسه. مش هننسى الناس اللي بتعشق البتنجان المخلل الحرش. هنتكلم كتير والعنوان في اسكندريه المنشيه بعد البورصه التجاريه. كلم عم صابر على المحمول. دي اشهر عربية فول في اسكندرية، من اول بطاطس الجمبري لحد الفلافل السخن، طبق الفول اللي بالزيت الحار، والفلافل اللي محشية جبنة، والبتنجان المخلل، الفلافل السخنة السادة والمحشية. كل انواع الفطار اللي نفسك فيه هتلاقيه. دي اقدم واشهر عربية دي فول. اشهر عربية فول في اسكندرية في قلب المنشية. يلا بينا، من اول الفلافل السخنة لحد بطاطس الجمبري في وسط اشهر شوارع اسكندرية، بالتحديد عند البورصة التجارية. هي عربية فول عم صبري. وبدأنا اول حاجة بالبطاطس الجمبري وطبق الفول اللي بزيت الحار. مفيش اسكندراني او اي حد بينزل اسكندريه ما بيجربش العربيه دي. بطاطس السخنه العاديه والفلافل المحشيه. لو عايز تاكل فول كلم عم صابر على المحمول. لازم نطلب اشهر صينيه. اي حد بينزل اسكندريه بيطلب اشهر صينيه فطار كامل متكامل من عند عم صبري. من اقدم واجمل الاماكن اللي بتعمل بطاطس جمبري غرقانه في الجمبري. اي حد نفسه يفطر فطار حرش ده الحل الوحيد في اسكندريه في المنشيه. جربنا الصينيه وجربنا الفول اللي بالزيت الحار. تاني حاجه جربناها وهي الفلافل اللي محشيه اللي غرقانه في الجبنه. دي بقى تاخد مليار من 10 حرفيا. خدنا على البطاطس اللي بالجمبري والبطاطس العاديه. البطاطس كانت بتقرمش بنسبه 100%. بجد اللي ما جربش البطاطس الجمبري من العربيه دي ما يبقاش مصري اصلا. تنسوش كمان انه معاه بينزل جرجير والجبنه القريش. بالذات الناس الكبار هتحب الفطار ده اكتر. ده كمان بيعمل فطار بابا غنوج اللي غرقان في الطحينه. طبعا ما نساش طبق المسقعه الحرش. كمان ما نساش الفلفل الحرش للاكله الحرشه. لكن لو انتم من عشاق الجبنه القديمه نمبر 1 عند عم صبري. رقم 1 مع كل ده لازم طبق بصل حرش ومعاه بطاطس مهروسه. مش هننسى الناس اللي بتعشق البتنجان المخلل الحرش. هنتكلم كتير عنوان في اسكندرية المنشية بعد البورصة التجارية. بعد البورصة التجارية. بعد البورصة التجارية. حرش ومعاه بطاطس مهروسه. مش هننسى الناس اللي بتعشق البتنجان المخلل الحرش. هنتكلم كتير والعنوان في اسكندريه المنشيه بعد البورصه التجاريه. كلم عم صابر على المحمول.